السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ يمكن أول ما تشوفوا الفريم بتاع الكاميرا والكادر تستغربوا إيه ده؟ وإيه اللي عامله عم حسن ده؟ لا، مش عايزكم تستغربوا ولا حاجة. دايما أنا باخد الكادر في أماكن المخصصة اللي انتوا عارفينها، اللي حفظتوها أكتر مني. ولكن الفيديو بتاع النهاردة ده هو ده مكانه الطبيعي، على السرير. ليه بقى؟ هقول لكم. لان اللي بيحصل عدى كل المراحل، فيخلينا نعمل برضو فيديوهات تعدي كل المراحل. اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا في الاسبوع الرابع من الدوري العام. مين البطل الحقيقي لغاية دلوقتي في الاسبوع الرابع؟ الحكام. الحكام بتعمل كل اللي هي عايزاه. انا ما عملتش فيديو امبارح بعد ماتش الاهلي والبنك الاهلي بعد التعادل السلبي. ما عملتش فيديو لان انا كنت متضايق من اداء لعيبه الاهلي. ادائهم سيء جدا. الاهلي ما جاش الشوط الاولاني، لعب قدر المستطاع في الشوط الثاني. رامي ربيعه جاب جون ما اتحسبش. كل الدنيا قالت ان هو جون ما اتحسبش. طبعا البطل في ده الحكم. في ركلة جزاء ما حدش اتكلم عليها اصلا، بتاعة محمود عبد المنعم كهربا في منطقة الجزاء بتاعة البنك الأهلي، ما بيلف ويشوط الكورة وراح الدفاع مصدر له بطن رجله في وش رجله. غير الكرة بتاعة ركلة الجزاء بتاعة ياسر إبراهيم. ما علينا. يعني الأهلي امبارح المفروض يبقى طالع كسبان. بطل الحدوتة دي مين؟ محمد الحنفي. يعني الحكم اللي هو كل مشكلة للأهلي مع بنك الأهلي تحديدا السنة اللي فاتت برضو محمد الحنفي. جايبين واحد على الفار تقريبا بدون خبرة وبقاله سنة ما بيلعبش. مش مشكلة. اخترقوا قوانين بتاعة كرة القدم، دمروا وغيروا وبتاع، فالمزاج ما كانش رايق. قلت بلاش عشان ما يطلعش نقول كلام يزعل حد، ونمت. النهارده قعدت اتفرجت على الماتش الاول بتاع فريق بيراميدز مع النادي المصري، وكنت متوقع ان المباراة تخلص تعادل. ربنا اكرمنا ونفخ في صورتنا، وفريق المصري بلعبته بالمدرب بتاعه الجميل علي ماهر طلعوا كسبانين بيراميدز 1-0، فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس برضو دي مش عوايدنا احنا كأهلاوية ان احنا الدنيا تبقى لصالحنا بأقدام الفرق الأخرى. فبرضه سكت وقلت اتفرج بقى على ماتش الزمالك، عل وعسى ربنا يكرم يتعادلوا. المحلة كعبها عالي على الزمالك ممكن تعملها والدنيا تبقى حلوة ويفضل الأهلي في مكانه. فوجئت إن في أول 4 دقايق لاعب المحلة يطرد. ليه؟ لعبة خطرة قد تؤدي إلى هد الاستاد. واللي عملها عمر جابر قبل كده ما كانتش خطرة خالص خالص. ليه؟ لأنها ما كسرتش ساق اللاعب، يعني ما كسرتش العظم جوه يعني. فما تحسبش هي خطرة. الفرق بين الاتنين لعيبة ما فيش ربع متر. فما فيهاش تعمد إزاء، ما فيهاش تعمد من اللاعب أصلا. وكانت تمشي إنذار. لا، هو قال لك ده لعبة خطرة نطرده. فطبعا خلى الزمالك ركبت الماتش، شيء طبيعي. فده ادى الى ان الزمالك يتفوق بهدفين. لمين؟ لناصر منسي، اللي الجمهور بقى يحب. ناصر، جمهور الزمالك بيحب ناصر منسي جدا جدا، وبقى يقهر نادي الزمالك بناصر منسي في الهتاف. يعني كانوا بيندهوا في الهتافات يقولوا ناصر منسي يا رايق، الزمالك بيتضايق. مش عارف ليه. يعني ناصر منسي رايق، طب الزمالك بيتضايق ليه؟ مش عارف. المفروض الزمالك ما يتضايقش، لكن هم كانوا بيقولوا ناصر منسي يا رايق، الزمالك بتتضايق. ايوه، هي هم ما انتوا طبعا عارفين هم كانوا بيتفقوا يقولوا ايه. بس هي الكلمه اللي كانوا بيقولوها دي عايده على الزمالك وجماهير الزمالك واداره الزمالك، هي اللي بتتضايق. فليه يعني؟ عشان كده انا صورت وانا على السرير، لان هتكلم على فرقة
يعني ملها ده، انا لو قيمتها الحقيقيه اصور الفيديو ده تحت السرير، لان دي فرقه اقل ما يقال ليها ان هي بتتحط تحت السرير، تحت الكنبه، على باب الشقه. اللي هو ايه ده؟ اللي هو اعزكم الله الشبشب او الصندل او الجزمه، والقديمه بالذات. وناصر منسي يا رايق، الزمالك بتتضايق، الاكبر العب تتضايق، تصدق وتمشي. ناصر منسي يا رايق، اكبر العب تتضايق. هو ده تمامكم. واقعدوا النهارده يعني حتى ما بقتوش المركز الاول، تصدقوا؟ يخسروا. مصر بقى في المركز الاول، وانتم في مكانكم اللي هو المفضل بتاع زمان، المركز التاني اعتقد او التالت، مش عارف. يعني تقعدوا في اي بتاع وبس. واضح جدا ان لجنة الحكام والحكم الفير ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام مدي تعليمات واضحة وصريحة: خليكم فير مع كل اللعيبة ما عدا الزمالك، خلوكم فري خالص، خليكم فري خالص. اما نشوف. ومع ذلك برضو هقول لكم وانا هو نايم على السرير: بصوا، انا بمثل جماهير النادي الاهلي اللي هي ايه، نايم ما انتخ على السرير. بصوا، هحط ايدي على شباك السرير كده واسند، ولا يفرق معايا كل الكلام ده. برضو ان شاء الله الدوري اهلاوي. واحب اقول الهتاف النهارده الجميل اللي بسطني قوي: ناصر منسي يا رايق، اكبر العب تتضايق. ما طبعا ما الدنيا ساقعه وتقلع دلوقتي، فلازم تتضايق. السلام عليكم.